سلام البنات، مساء الخير. ان شاء الله يجيكم هذا الفيديو بخير يا رب. مرحبا بكاملين ينضموا لي جديد، مرحبا بكم على قناتي. في الفيديو تاع اليوم جبت لكم هذه الكيكه الصغيره الكيوت، تجي بزاف بنينه ومنظر تاعها مليح بزاف. تحضريها يعني في وقت قياسي، خاصة ما عندكش واش تحضري ولا حابه تاكلي حاجه حلوه ولا لولادك، حضري لهم هذه الكيكه الصغيره الرولي. تجي بزاف بنينه، ما فيهاش بزاف مكونات، ما فيهاش تعقيدات، والاهم انها لذيذه جدا. قبل ما نبدا ما تنساوش الاشتراك في القناه، وما تنسونيش باللايك والدعم والتعليقات الايجابيه. بلا ما نطول عليكم خليكم على الطريقه. اول حاجه درت هنا نجيبو 3 بيضات بحال هذا المطبخ، نفصلوا الصفار على البياض، نحطوا البياض في البيتخان ولا بالباتور، ضروري الباتور ولا البيتخان، وبالصفار نحتفظوا به في جهه. بعد ما نطلعوا البياض راح نكملوا نضيفوا الصفار. نديروا هنا 3 مغارف تاع السكر، 3 مغارف كبار تاع السكر. درت لنا عطر ليمون، نتوما تقدروا ديروا لافاني. هنا نخلطوا مليح، نخليوه نحركوا كما نقولوا، نطلعوا مليح هذاك بياض البيض حتى يطلع يولي بهذه الطريقه، يولي كيما لا ميراي، حتى يدير هذاك المنقار. لازم راهو نجح معكم. بعد ما حبسنا الباتر نضيفوا 3 بياض البيض هذوك، عفوا صفار البيض. وهنا نبداو نحركوا غير بلافوي. البنات كنتو حركوا غير بشوي من الفوق لتحت باه ما يهبط لكمش هذاك البياض والوصفه تاعكم ما تنجحش. سر النجاح تاع لا جينواز ولا هذه سويس رول، لازم تحركوا غير بالعقبه ما يهبطش هذاك البياض. مع الاول تحسوا البياض جاي ثقيل، هذيك هي تعرفوا باللي راهو نجح معكم. عندي هنا درت 3 مغارف فرينه كبار مع غرفه تاع نشا كبيره ثاني، وملعقه صغيره خميره كيميائيه، خلطتهم مع بعض وضفتهم دفعه واحده. لا ضفتهم دفعه واحده خاطرش كميه قليله، يعني مش راح يعني يكربع لكم. ونبداو نحركوا ثاني بلافوي من فوق لتحت حتى تدخل هذيك الفرينه كامل في البيض وتولي بهذا النتيجه. عندي هنا 2 مغارف تاع ماء يكون يغلي، نضيفوا معاهم هنا شويه تاع الخليط، وباه نضيفوا للخليط. ما تضيفوش مباشره الماء للخليط راح يهبط لكم ويفزد. لازم تنحيوا واحد مغرفه من الخليط، تضيفوه للماء، تحركوه مليح ومن بعد تقلبوا كلش للخليط وتكملوا تحركوا بلافوي حتى ينسجموا كامل المكونات ويكون واجد معنا بهذه الطريقه. شوفوا هنا راهو تحللنا الخليط ولا خفيف كما راكم تشوفوا. هنا نجيب بلاطو كي من هذا ودفرجت عليه ورق الزبده وحطيت هذاك الخليط في البلاطو. طبعا هنا الفور كي بديت ندير الخليط، شعلت الفرن على 180 درجه يسخن واحد 10 دقائق ونلوحوا بسكويري تاعنا يطيب. نوزعوا كامل الخليط على البلاطو بسباتول احسن. اللي ما عندهاش سباتول دير بالمغرفه برك حتى توزع كامل الخليط على البلاطو. هنا وكم بعد يزيد يطلع في الفرن. بالنسبه لطريقه الطهي، واحد نطيبوه واحد 8 دقائق، ما نزيدولوش. كي نشوفوه نشوف من التحت، ما نخليوهش يحمر بزاف. مثلا كون يحمر بزاف راح يتكسر لكم، مش راح يترولا. انا كما شفتوني طيبته برك، نشفته برك عاد يعني ابيض، غير طيبته. كي شفتو حمار شويه على الحواشي ولا دوري، طفيت له من التحت، زدت شعلته شويه برك ينشف من الفوق كما راكم تشوفوا. نحيته هنا من البلاطو. قبل ما تروليوه ولا تقسموه تنحيو قبل هذوك الحواشي اللي يابسين. شتو هذوك الحواشي يكونوا حمر يحمروا معنا، من بعد يجيو يابسين، ما يخليوش البسكويت تاعنا يجي رولي. لهذا نحيو الحواشي بالموس كما راكم تشوفوا، حاشا رقيقه برك ما نحيوش بزاف. من بعد نغطيو البسكويت تاعنا بالمنديل. نجيبو هنا ما نشربو البسكويت تاعنا ما والو، لانه راه خفيف بزاف بلا ما تشربيه. نجيبو هنا مربى تاع الفراوله، كونفيتور تاع الفريز، ونوزعوها كامل على الوجه تاع البسكويرولي تاعنا. ومن جهه اخرى كنت طلعت نص كاس كريم شانتي، عفوا كاس غير ربع كريم شانتي، طلعته ببطاطا تاع ياغورت. نتوما عادي طلعوه بالحليب ولا بالماء بارد جدا، ومن بعد تحطوه من الفوق. من الاحسن ديروا بلا بوشادوي خطوط، وبعد ديروا بسباتي توزعوهم باه ما يتخلط لكمش الكونفيتور مع الكريمه كما راكم تشوفوا هكذا. الكريم شانتي خليوها شويه ثقيله باش يجيو ترولي ويبانوا الطبقات وما تخلطش مع الكونفيتور.
نبداو هنا نقسموا البسكويت اللي تاعنا على 4، نقسمتو على 4. لا حبيتوها تجي شويه رقيقه تقدروا تقسموها على 5، تجي مليحه برك وزيد تجيكم كبيره شويه. نبداو نروليو الطرف الاول، نزيدو نروليو عليها الطرف الثاني كما راكم تشوفوا، ونزيدو الطرف الثالث والرابع. اللي حاب ديرها كيكه عيد ميلاد تقدر تزيد طيب بسكوي واحده اخرى ب3 بيضات، انا ندير 2 راح تجيكم كبيره وعريضه كما نقولوا حنا وتجيكم مليحه. انا هنا درتها كيكه صغيره برك، العائله سخفت على حاجه حلوه، بناتي والزوج سخف على حاجه حلوه، درت هذا الكيكه السريعه وزينتها بهذا الكريات تاع الشوكولاته نواه كوكو. التزيين يبقى اختياري انتي واش عندك. هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم، وهذه هي النتيجه ان شاء الله تنال اعجابكم. ننصحكم انكم تجربوها، بنينه بالبزاف خاصه كي عاد فيها الكونفيتور تاع الفريز. ما تنسونيش البنات باللايك. في فيديو اخر دمتم في رعايه الله وحفظه، سلام.